السلام عليكم. كيلو لحمة واحد هيوفر عليكي 4 طبخات. تعالي هوريكي ازاي جهزتهم وهخزنهم صح ازاي، وهيوفروا عليكي وقت ومجهود طول الاسبوع. انا عندي هنا كيلو لحمة عملته على 4 تربع، يعني كل ربع لوحده. هقول لكم على اول وصفة معانا. اول حاجة هحط ربع كيلو اللحمة المفرومة في الكبة، وهحط عليها حوالي ربطة بقدونس. قطعت الورق بتاعها، وحطيت 3 معالق دهنة. دي دهنة انا بشرتها كده، فرمتها في الكبة ناعم. وحطيت نص كوباية فول صويا نقعته في المية، فبقى الضعف بقى زي كوباية. وحطينا البهارات ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة و7 بهارات. وبعد كده حطيت حوالي بصلاية كده مبشورة، عصرتها من المية بتاعتها وخدت التفل بس بتاع البصل. هفرمها فرم ناعم كويس قوي في الكبة لحد ما تتسمغ معايا وتفتل كده ويبقى فيها خيوط كده. اول وصفة معانا دي الكفتة. همسكها بعد كده اصبعها. انا جبت هنا طبق وحطيت عليه كيس كده بتاع السندوتشات، فتحته وحطيته عليها. هجيب ميه البصل اللي احنا صفيناها دي، هحط لها نص معلقه بابريكا وشويه ملح وفلفل اسود، وحطيت لها معلقه زيت. هصبع بيها الكفته بتاعتي. هصبعها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبل ايدي في ميه البصل دي واروح مصبعه على طول. انا عملت هنا اول صف، هحط على طول كيس في تاني فوق منها، وبعد كده هكمل بقيه الكفته بتاعتي. ما ينفعش انك انت تحطيها في بعضها عشان ما تلزقش في بعض. ده اول صنف. تاني صنف معانا هنحط ربع اللحمه المفروم، وهنحط هنا كوبايه رز مطحون. حطيت حوالي بصلايه مبشوره كده، وحطيت عليها 3 معالق دهنه من اللي احنا فرمناها. والخضره دي كزبره وشبت وبقدونس، كل حاجه كده حوالي عودين 3 كده. وحطيت بقى البهارات ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وشويه 7 بهارات، وحطيت كمان حته توم. فرمتها ناعم زي ما انتوا شايفين، وهعبيها في اكياس كده. ووقت ما احتاجها هطلعها اصبعها، بعملها كده صوابع صغيره واقليها في الزيت واجهز لها الصلصه بتاعتها، وتبقى كده معانا احلى كفته رز. كده دي تاني وصفه. تالت وصفه معانا ربع كيلو برضو لحمه. هحط عليها باقي البصل معايا، حوالي برضو بصلايه. البهارات ملح فلفل اسود وشويه بابريكا وشويه بهارات 7 بهارات، وحطيت عليها بيضايه ومعلقتين دقيق عشان تربط معايا. الوصفه التالتة معانا اللي هو البفتيك الكداب. فرمتها فرم ناعم، هي بتبقى سايحه شويه كده، هو ده القوام بتاعه. بعد كده هجيب معايا بقى كيس بلاستيك هفتحه كده، وبالمية البصل اللي احنا كنا بنعمل بيها الكفتة بس هدهن دهنة كده في الكيس، واخد حتة افردها كده، يعني ايه فردة كده عشوائية، تبقى يعني ايه شبه البفتيك اللي هي الايه اللحمه الستيك وكده يعني. هفردها كده برضو بايدي كده، بس يعني ايه مش لازم تبقي مسويها يعني، بس ايه ما تخليهاش لا رقيقه قوي ولا تخليها ايه سميكه قوي، خليها كده يعني سمكها حلو مظبوط. خلص الكميه بتاعتي كلها، ما شاء الله عمل معايا كميه محترمه، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 من ربع كيلو اللحمه. عملنا بيه البفتيك الكداب. اخر وصفة معانا الرابعة، انا عملتها عصاج لحمة عصاج. طبعا انتوا ما شاء الله عليكم شاطرين كلكم بتعرفوا تعملوه يعني، فانا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. فانا عملته وسبته لما برد شوية، وبرده حطيت كيس كده بلاستيك فتحته في الطبق وحطيت عليه اللحمة المعصجة بتاعتي. طبعا ده مش ربع كيلو للامانة، انا كان عندي حوالي يعني قطعة لحمة مفرومة تاني، فحطيتها عليها وكملتها وعملتها. بتنفع معانا بقى في وقت زنقة اللحمة المعصجة دي، مثلا مكرونة بشاميل، جلاش باللحمة، السمبوسة، أي حاجة بتقضي معانا الغرض. كده كيلو لحمة بقى 4 أكلات جاهزين. لو حابة أفكار توفير أكتر اكتبولي في الكومنتات. ما تنسونيش في لايك حلو كده منكم وكومنت جميل كده، وكل سنة وانتم طيبين.